البنات قولوا لي بالرجوله، قولوا لي شكون هي اللي حطات عنوان ديال راه كرات وطلعت الفراش للدار. يقولوا لي شكون اللي هضر على هذا الموضوع هذه شي 3 ايام. هاد العبده هادي هي اللي هضرت على هذا الموضوع. وشنو قلت في الفيديو باش خرجت كتجاوب هي اليوم؟ شنو قلت في الفيديو؟ قلت يعني السيده اللي قالتها تحمل المسؤوليه. اللي قالتها راه قلتها لكم كتفرج فيا، هي تحمل المسؤوليه. كتبت تعليق وحلفت بالله، راه جوج مواضيع اللي هضرت عليهم وما ليهم راه كاينين في التعليق. كنقول ها شنو تقال وغير باش تعرفوا. راه في واحد الفيديو شنو قلت ممكن تكون هي شي حد من يعني من المحيط ديالها. راه قلت لكم هادشي راه تعلمناه في اليوتيوب. غير البارح في الفيديو شنو قلت لكم راه حنا فايتين هضرنا في واحد الموضوع سابقا، وعرفت شخصيا كاينين الناس من العائله كيكتبوا تعاليق وتيوصلوا الاخبار. قلتها ولا ما قلتهاش؟ ويلي المصداقيه. المهم البنات تحياتي لكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ الفيديو دائما غنحط لكم بعد، ماشي دائما، لا غنحاول نحط لكم بكري، ولكن اليوم تحياتي لك منى. كتبت لي مسكينه قالت لي كتحط الفيديو معطلو كنشوفو حتى لغد ليه، او قالت لي فين غبرتي. المهم انا قلت لك كنت كنتبحر يا اختي، كنضرب بواحد العومه 5 في البحر ديال المسلمين. راه فيه غير المغاربه، كله عامر بالمغاربه وحلال وطيب. ولبسي البوركيني، لبسي اللي بغيتي، دخلي بقشابتك، ما كاينش ليه الدرك اختي. لبسي شوميجه، راه كاينين دوك الناس ديال خيطانوس تحياتي ليهم، راه تيدخلوا تا هما ما تيعوموش، يعني قليل فيهم اللي تيعوم هكا يعني 2 بياس ولا شي حاجه، تا هما تيعوموا مغطين بحال كيلبسوا شي بيل اولا هكا ديبارد ولا شي حاجه وكيلبسوا شورت. راه حلال طيبا داك البحر البنات اللي بغي. انا حسيت براسي كنحس براسي والله العظيم بحال جالسه بحال الرباط، يعني راه حتى ما كاين لا تخلعي ولا تقفزي ولا تشوفي شي منظر ماشي هو هذاك، الحمد لله. المهم كتبت لي منى فينك وهذا، راه كتبت ليها كان سميتو غادي نطلع وغندير فيديو غنحطو، نقدر نحطو دابا بالليل الا ساليتو بكري، الا طيليشارجا ليا بكري نحطو دابا بالليل. المهم ندخلوا في الموضوع البنات. تحياتي لكم كاملين، اللي مسافره بصحتها وراحتها، اللي كدوز عطله. انا عارفه ماشي كلشي حاضر، كاين اللي كيطل، كاين اللي يكون غايب. المهم كل واحد راه دابا خايد في العطله ديالو. الله يسهل على الجميع ونتلاقاو ان شاء الله الا حيانا الله في سبتمبر. ايوا دابا ندخلوا نناقشوا السيده اللي ولات كتحب انت دابا. انا اكدتي لي انك انت اللي كتحطي التعاليق كتفرجي فيا، قلتي كيصيفطوا لك المقاطع، تيقتك انا غمز الحيط وتيقتك. قلتي لا كيصيفطوا لك غير المقاطع وكتخرجي تجاوبي اي موضوع. وراه ماشي انا بوحديتي اللي تاكدت، والله العظيم الا حتى البنات كيقولوا عليا في الخاص، كيقولوا لي هذه راه كتجاوبك تماما في المواضيع. المهم هضرنا على داك الموضوع، انا داك الموضوع راه قلتها، راه التحليل ديالي. اذا دابا انت كتلوحي نويطاس باش تخدمي، باش انا نخرج ونقول موضوع ونوض اخرين يسمعوا داك الموضوع اللي حطيت انا والعنوان هذا ويهضروا عليه، يقدروا يناقشوا واش كاين ولا ما كاينش، وتقدري انت تخرجي بحال دابا تجاوبي وتناقشي انت الموضوع. انت طلعتي فيديو انت راكي خدامه، انت خدامه معنا وحنا خدامين معاك. من الاخر هذا هو الموضوع اللي هضرات عليه اليوم. وشوفوا العنوان شنو كتبات، وليدي رجعوا للمغرب. ما هضرات على شي ولادها، قالت على ان ولادها رجعوا ولا ما رجعوش، ما هضراتش على ولادها، حاطه العنوان. يعني داك العنوان بوحديتو، حتى حنا اختي هكاك، حتى حنا كنحطوا العنوان كنناقشوا في الفيديو، كنقدروا نقولوا راه غير سمعنا ولا غير تحط لنا في التعليق ولا غير شي وحده قالتها ولا شي قناه قالتها. كذلك جاوبت الناس اللي قالوا انك تحط الفيديوهات منهم. انا قلت كتحط الفيديوهات، هادشي غير البارح قلتو عباد الله، راه البارح قلتو ما قلتوش بوحديتي، قالوا حتى القنوات الاخرين انك تحط الفيديوهات ملي كتكون في فرنسا، كتحط المغرب ملي كتكون في المغرب كتحط فرنسا، يعني هادشي معروف عليها. جاوبات على هذا الموضوع حتى هو، قالت لك لا كتقولوا ها انا اليوم شحال قالت لك 8 في الشهر، يعني ما سافرتش السبت. ان مثلا زين خفيف ظريف تحياتي لها، راه قالت السبت غتسافر، يعني دابا هي خرجت زعما كذبت القنوات.
هذيك البيت فين جالسه البنات هذيك دارها واش هذاك فوتوشوب ولا مونتاج، واش هذاك بيتها نديرو شويه الزوم البنات والله ما مثالي انا وحده. هنا خوتي راه طلعت ل 11، هذه يمكن كنظن ديال 11 عاد طلعت من البحر. ما عنديش الوقت باش نزومي. العام اللي كنت كنزومي ديك العامين ولا 3 سنين كنت كنزومي راه كنت جالسه غير في الدار صراحه. كنت خرجت على راسي، ما كنتش كنمشي حتى شي بلاصه. ولكن هذا العام لا، ما علينا. شنو ناقشات اخرى البنات؟ المهم درت غير على هذا الشيء ولا مغرب. وانا حسبوني في شنو قالت رحله، وقيله رحله مدرسيه ولا شي حاجه بحال. ما عمري سمعت رحله مدرسيه البنات، ما فايتين سمعتوا رحله مدرسيه المهم الله الا كتضحكيني، قسما بالله الا كتضحكيني. المهم ما علينا. نرجعوا للموضوع اللي هو مهم. خليونا من هذا التخربيق. هذا الفيديو ده هي بطلع فيديو صافي، تجاوب مع القنوات وصافي، باش تعرفوا بان هي متبعه القنوات وكتشكر القنوات اللي كيدافعوا عليها، وعلى اساس انها يعني مدابزه مع راجلها دابا، ولا مع جوزتها، ولا مع شي حد من العائله وعندها مشكل والناس كيدافعوا عليها. على اساس يعني ملي كتشكر شي قناه كتشكر الناس اللي كيدافعوا عليها، طبيعه الحال ماشي متتبعين بوحديتهم. حنا من كنشوفوا شي واحد كيشكر القنوات اللي كيدافعوا عليه كيكون فعلا عنده مشكل، فعلا كيكون خرج بواحد المشكل. اليوتيوب كيكون عنده مشكل مع شي حد من العائله، ولا راكم عارفين. يعني هنا من كيشوف ان واحد القناه كتنصفو ولا بعض القنوات كينصفوه وكيدافعوا عليه وكيجيو منصفو كيخرج يشكرهم. دابا بالله عليكم شنو من مشكل عند هذه السيده؟ قبل ما ندخل داك الموضوع ديال اللي مهم، شنو المشكل عند هذه السيده هذه؟ بغيت نعرف واش ضاربها شي راجلها، واش مدابزه مع راجلها، واش عندها الطلاق، واش مدابزه مع لوستها بحال اللي دارت هذيك مرات خوات بيوتي. شو من المشكل عندها؟ دابزه مع بنتها، واش مداعيه مع راجلها؟ ما فهمتش انا شو من المشكل عند هاد السيده باش هي باغا القنوات يدافعوا لها. ملي كنقول لكم انا هي اليوم اكدات على الهضره اللي قلت هي البارح، راه فيما تنهضر كتفرج فيا راه ماشي مقطعه اختي، هادو بزاف شحال مقطع صيفطولك. واختي انت راه هضرتي كاع على النقاط، جاوبتي على النقاط كاملين اللي انا هضرت عليهم. الفيديو فيه 30 دقيقه وانت كل مقاطع صيفطولك 30 دقيقه، راه ما يمكنش. راه هاد القضيه عاوتاني ديال الدفاع وداكشي انا اللي قلتها البارح، ماشي قلت الدفاع، قلت لها يعني خصك تبيني لي على انك ما وانا جاي نهضر لكم على السحور. بقاو معايا في الفيديو، ما تبقاوش تهربوا قبل ما نكمل الموضوع الثاني، حيت هاد النقطه دي ضروري نكملها معكم. ديال القضيه ديال اللي قالت دابا في الفيديو ديالها على اساس كيدافعوا على قنوات وكتشكرهم وانا محتاجه وانا كنكافح وانا على اساس انها مظلومه وداكشي. انا اللي قلت لها انا تحديتك شحال مره وكون شفتك خرجتي وغير لمحتي ودرتي فيديوهات زوينين وقلتي غير ميساجات صيفط غير رسائل مشفره على انني انا ما محتاجاتش شي حد يدافع عليا، وانا الحمد لله وصلت لبر الامان وانا بوليداتي خدامه عليهم. كندير فلوغات انا وياهم. صافي بدلت كاع بلاد صافي حققت الاحلام اللي باغا. انا الحمد لله في بر الامان. راه نهار على نهار راه القنوات غيفهموا انك ما عندكش مشكل. دابا انت كتبيني لهم كل نهار باقا عندك مشكل وكتعاني، بعد 6 سنين باقا كتعاني، بعد ما خديتي النفقه وبعد ما خديتي الحقوق ديالك والمتعه وجميع المستحقات ديالك باقا كتعاني. ما فهمتش. من بعد ما حققتي احلامك وعندك طوموبيلتك اللي سمعنا تباعت الله اعلم، واللي سمعنا كاع الدار تباعت وخرجوا المتتبعين كيضربوا في واحد القناه يقولوا لها اش كتكذبي. هي عاد كانت في التيك توك دايره لايف وقالت لنا لا انا ما نبيعش دار، هذيك دار ولادي. بعد ما حققت احلامها وبنات لك دارها يعني 3 ايطاج وفيها داكشي اللي كانت كتحلم به وصلت له وكذا وغتعيش فيها وتمتع فيها هي ولادها. يعني شنو هو المشكل اللي كتعاني منه هاد السيده؟ شنو هو المشكل؟ ما فهمتش. غتهرب من الطريق
راه خوات بلاد، مرات بلاد وخوات بلاد. من اجل الطليق هادشي كله، من اجل ان الطليق تزوج وكيعيش حياته مع مرته وغادي يولد وليد وباني حياته صافي، اسس اسره اخرى. ما فهمتش انا شنو هو المعاناه اللي كيدافعوا عليها الناس دابا. كيدافعوا انهم ضروره، او لا هي ولادها ولا ولادها اللي مضرورين. ما عرفتش شكون اللي مضرور دابا من الطليق. كان تيدير الواجب ديالو، كيشوف وليداتو الوقت اللي كيقدر يشوفهم. هذاك السيد عارف شنو كيدير، مسول على راسو، عنده ناس يعني اللي فاهمين في القانون، كيتشاور عاد كيدير الحاجه باش ما يطيحش في المشاكل، باش ما يطيحش في الاغلاط. الا كانت هي باغا شي حاجه اخرى الله اعلم. المهم بلا ما نعاودوا التكرار ديال داكشي ديال الدراري وغيتلاقاو مع مرت باهم، ما بقاش نعاودوا لكم كل نهار. هادشي راه واضح، الا دخلوا ناس جدادين وبانوا لنا جدادين نعاودوا لهم، ما كاينش مشكل. دابا غادي ندوزو على الموضوع المهم ديال السحر. سحروا ليها. ملي كنقول لكم هاد السيده هادي مازال ما بغاش تتوب، ومازال ما بغاش تيقرها، ومازال ما بغاش تستقل بحياتها وتخلي الراجل بات ولادها يستقل بحياته ويعيش حياته كلها يعني في الاتجاه ديالو، في المسار ديالو، راه ما كنكذبوش عليها. هي ما تقدرش تخدم محتوى ديالها هي خاص بها، هي تقدرش حتى تخدم محتوى ديالها بدون كلاشات، انك تهبط المشاهده. باش نقول عليكم من هنايا تقول يا راه كدير محتوى خاص بها هي، وما فيه لا كلاشات لا والو، كطيح ليها المشاهده. وهي الغرض ديالها هو المشاهده، والادسنس يدخل مقمح المياه الفوق. اما ملي كتبقى تهبط ليها، شفتو قبل ما تعلن على السفر والفيزا وداك الشيء، راه بدات كتهبط لها المشاهده لكدا و40. وهذا راه كتكون غادا في الخطر. راه ملي كتوصل لكدا و40 راه صافي ولات تقدر توصل لكدا و20 وما تحت. يلا ما خصهاش تهبط لها، راه فايت وقعت لها، ما خصهاش تهبط لها لديك الدرجه. ما علينا، دابا خصها تهضر وتكلاشي العائله. وما تقولوش لي ما كتكلاشيش العائله وما كتجبدهمش، كتكلاشيهم بالسحر. حتى هي كتدير لنا ديك كتهضر لنا على داكشي ديال الطقوس والعظام، كيطيحوا بالعظام وعظامي، والناس اللي مضرورين في عظامهم، بحال اللي كانت كتهضر عليه اختها. الا عقلتوا على اختها كانت كتقول لك انا كنحني للناس اللي مريضين بعظامهم وكنداويهم، كندير لهم الطبله وداك الشيء بالقوام ديالو. اختها اعترفت بها لايف، عباد الله لايف اعترفت بهذا الشيء هذا. حتى انه كانوا بعض القنوات اللي كانوا كيدافعوا لها ما كانوش كيبغيوها تهضر في هذا الموضوع. تقول لها في حياتك الخاصه ديري اللي بغيتي، حنا ماشي سوقنا، وانما في اليوتيوب ما تبارطاجيش هذا الشيء للناس، ما تعطيش هاد المفهوميه للناس انهم يبداو يامنوا بهذا الشيء بانه عادي، ولو تكون انت داكشي امنه به راسك وفي الخفاء. هي اليوم كتعطينا على انها هي بحال اختها، انها هي مريحه ومريضه بعظامها، كيفاش قالت لها هي كتكوانسه ولا شي حاجه بحال هكا، مابقاش عاقله وتعوجات وقالت لك تنتكوانسه ولا شي لعيبه بحال هكا. قالت لك انا لما كانوش البخور ما نقدرش، وانا قالت لك مسحوره وتقطعت البحر. انا وتتحلف بالله دابا انا ما عرفتش انا الله علاش الله كتحلف بالله والله حتى كنت مسحوره. كتحلف بالله يعني كتعطينا على انني داكشي اللي نتوما اللي كتقولوا انني دايبه في دبابيب وانني نادمه على داكشي، ولا لا ما كرهتش الرجوع ويتجمع الشمال وداكشي. زعما راه انا داكشي ماشي داكشي اللي نتوما كيوصلكم وكتحسوا به، راه ماشي لخاطري، راه انا مسحوره والله حتى مسحوره زعما غنبقى نبخر باش ما يبقاش شاد فيا السحور. زعما دابا خويت البلاد وقطعت البحر. واختي راه قطعتي البحر هذه 6 سنين اللي عارفه انا، واليوم طلع لي داك الفيديو قطعتي البحر هذه 6 سنين مشيتي لتركيا، حتى داك راه بحر دزتي ليه. ومالك اختي ما طارلكش السحور ملي قطعتي البحر هذه 6 سنين. وتشي هذا البحر هذا كان الشروط ديالو هو انك دوزي 6 سنين انت كتمشي على البحر وكتجي على البحر وكتمشي على البحر وكتجي على البحر. ما خليتي بحر فرنسا، ما خليتي بحر اسبانيا، ما خليتي بحر تركيا، ما خليتي بحر طاليان، ما خليتي بحر ما عرفت كندا، ما عرفتش اشنو اخر. يعني هاد دابا غادي تفوسخي. الله اكبر.
وما كما تفوسختيش من ضربتيش قلايبه انت وختك في الموجات، في 7 الموجات، في وتكركبتوا في الرمله تعيتوا. وبعدا هاد القضيه هادي لاباس اللي دخلت في هاد النقطه هادي، اللي مؤخرا ملي كانت في الكومبينغ كتقول لكم راه كتكذب. انا حسيتها كتكذب، كتقول لكم انا ما كنحمش العومان، وانا ما كنحمش الرمله، وما كنحمش البحر حيت فيه الرمله. اويلي استغفر الله العظيم، واش انت نسات بانك كتكركب في الرمله؟ اويلي واش نسات حتى انه الكيلوط التحتاني كيبان؟ انا كنت شديت هاد السكرينات اللي عقلتو عليهم كنت حطيتهم. واش عقلتي ولا نفكرك اختي؟ واختي توقدي معانا لا في بحر تطوان ترملتي مع راساتك وكليتي في الرمله وعمتي، ما خليتي حتى بلاصه اللي عمتي فيها. الرباط، هذا الرباط اللي كانوا فيه واقيلا، ولا ما عقلتش هذا اين واش الرباط ولا شي بحر اخر اللي كانت مشيت ليا، وقيلا كازا على ما اظن، وقيلا كانوا مشاو لكازا، ما بقيتش عاقله بالضبط. اللي كانوا تكركبوا في الرمله تتفكروني البنات باش كانوا كيلعبوا هي واختها في الرمله. قالت لك ما كنبغيش الرمله انايا. وشوفوا واختي وضربتي 7 الموجات وما طارش منك السحور. ويلي ما طارش منك السحور في هادشي كله اللي يعني حبكتي السعاده خلاوها المصريين، حبكتي السعاده تمشي لفرنسا زعما وتقطعي وتمشي انت وليداتك عاد غادي يطير منك السحور. دابا فهموها مسكين. بغيت تقول لكم زعما هاد السنين كلها انني يعني اللي كان شادني في المغرب وداكشي هو السحور، اللي كانوا كيسحروا ليا. وانتوما ما شفتوش ناس اخرين خرجوا كيهضروا على الموضوع، ورجال يا حسره، راجل يا حسره. المهم بدون تعليق، ما المرقه والله العظيم الا المرقه قال لك راه باقي دابا كيسحروا ليها. ولا شي يسحروا ليها، علاش غيسحروا ليها؟ ايوا مني كان ديك الساعه قالت لهم اجي وديو الوليدات ويحيوا الرحيم، انا ما نمنعهمش من صله الرحيم. اللي بغى في العائله، اللي بغى، قالت لك ماشي زعما اي واحد، ما حدداتش الجد ولا الاب فقط، ولا قالت لك اللي بغى في العائله انا نجيبهم لهم حتى لباب الدار، نلبس ليهم ونقاد ليهم ونوجد لهم ونجيبهم حتى لباب الدار. واش نسيتو؟ غير قولوا لي واش نسيتو. ديك الساعات كانت كتضرب على جمع الشمل، لان كل شيء كان في التعاليق هجم على يونس. كيقولوا له فاش بدا تيذكر انه كيقلب على مراه باش يتزوج داكشي يبني حياته، ما يبقاش هكا كيعزري. التعاليق كلهم والقنوات ناضوا كيشكروا فيه وتيطلبوا السماحه من امي حدا باق الدور، وكيقول لك حنا تعدينا عليهم كذا كذا. هي كذلك كانوا كيكتبوا لها في التعاليق، هي سيروا راه باقي الارشيف راه باقي عندها في قناتها. كانوا كيكتبوا لها فلانيتا راه فلانه، هي زعما فلانيتا فلانه راه كنتمناو ليك تجمعي الشمال والله يجمع شملكم وانتي وليداتك ما تبقاوش مشتين. وما كانش كتمسح دوك التعاليق، وتقدروا تلقاو فيهم قليبات، الله اعلم، يقدر تقدروا بحال ولا تلقاو فيهم قليبات. يعني هادشي كله. ودابا باقي تيقول لك الناس راه عندهم عاد باقيين قال لك تيسحروا ليها، راه باقي الان قال لك مسكينه كيسحروا. اش يسحروا لها؟ ملي قالت لهم هادشي كله ومدت يديها بجوج بيهم، جبداتهم هكا وقالت لهم انا مرحبا والف مرحبا اللي بغى الدراري وما عنديش مشكل، فوق ما بغيتو امتى بغيتو وما كاينش المشكل، حتى نهزهم انا ونديهم لكم حتى لباب الدار. ورا ديك الساعات كنقول لها مرحبا ودخلي، يلا زيدي اختي انتي وليداتك دخلي، ماشي غير هما يدخلوا، تجيبي وليداتك دخلي حتى نتيا معاهم. لاش يسحروا لها؟ بغيتي نفهم لاش، اش غيديروا بها؟ غير اش غيديروا بها؟ هو يونس خرج قال لكم فاش وقع هذا الشيء هذا وبداو الناس كيهضروا زوينوا الشمال ما تشمل على وجه الوليدات وعفى الله عما سلف وكاع بنادم تيخطا وصافي وفلانه تبدلات ورا خرجات وقالت فاش كانت خرجات قالت الطوفان وانا ندمت وكذا. ديك الساعه راه كان تمهيد على انني انا نادمه على ما فعلته. اذا هنا
كانوا هما ديك الساعه يشدوا باش هاد اليدين. علاش غادي يخرج هو ويقول لهم انا راه ما تبقاوش تجبدوا لي هذا الموضوع. الام راها الله يسهل عليها، هكا كان قالها في الفيديو. هذيك السيده امت وليدتي هكا قالها الله يسهل عليها. انا الله يسهل عليا، ما تبقاوش قال لهم تعمروا راسكم بهاد الهضره هذه. انا وديك السيده يعني انتهى، ما كاينش بيناتنا شي حاجه، هي افتقارها وانا افتقاري، هي الله يسهل عليها الله يجيب لها التيسير وانا كذلك الله يجيب لي التيسير. هكذا خرج السيد ووضح. من تما انقلبت الايه. لو كان باغي راه في الوقيته اللي هي بدات كتمد يديها يعني كتسهل الطريق والامور وداك الشيء، راه يقول مرحبا وصافي، وراه الامور تقاد بالزربه ومريضنا ما عنده باس. ولكن هو راه ما غاديش ينسى داك المشاكل اللي داز فيها، ويقدر يبقى خايف على انه يقدر يوقع له مره اخرى بحال داك الشيء. ربما يعني ما غاديش ينسى المحاكم اللي مشاو وطلع وهبط، وبزاف ديال الحوايج دازوا عليهم، ووالديه اللي بكاو، والمنابر الاعلاميه اللي خرجت كتشهر بهم بزاف ديال الحوايج، وكيجيو يقلبوا الدار، تجي قناه الدار وتدخل تقول لهم واش هذا هو البيت اللي كنتو سادينه بالقفوله وكذا، وما عندكمش بيت النعاس، وكيوريهم بيت النعاس وكذا. مؤقتا قال لهم هذا هو بيت النعاس ديالنا، مع العلم راه كانت عندنا الدار في فاس، كانوا ساكنين في فاس. ولكن في الفتره ديال هذيك اللي معروفه كورونا، راه كانوا جاو كاملين الباديه بحكم ممنوع الخروج في المدينه. من الاحسن راه اللي كانت عنده العروبيه راه كان لاباس عليه، راه كان عايش في الطبيعه وبخير، راه ماشي بحال المدينه. راه كنا ما بين 4 الحيط ومسدود علينا عباد الله، راه حنا 4 شهور وحنا مسدود علينا، مع العلم ان الدار كبيره فيها 2 ديور وفيها واحد الباتيو قداش دار فيه عرس ومشماش يعني كنا مبرعين. ولكن قنطنا يا ربي السلامه، قنطنا في ديك الوقيته. عرفتوا شنو كنا كنديروا ديك الورقه ديال الخروج وكنخرجوا، كنديروا السباب الطبيب، كنديروا السباب الفارماسيه كناخذوا الدواء حق الله، كنديروا بالسباب. واحد الدار كانت عندنا يعني ما بعيداش بزاف، يعني واحد 4 ساعات بالطوموبيل، كانت عندنا دار اخرى عندنا فيها الناس كارين وداك الشيء، كنقولوا راه عندنا الفويت وراه عيطوا لنا خصنا نمشيو نصلحوا الامور. والله العظيم كانوا كيشدونا في البراج ديال سلا تيقول لنا واخا ايوا السيده لا على حساب الرجل دي تيقول السيده هو غادي يصلح وانتوما العيالات لاش والله العظيم كانوا كيسلكوا معنا مساكن ظريف يلا يعمرها دار. المهم يعني ديك فتره كورونا راه فاش مشات هي لتما كاينه راه عادي، راه اللي رجع فيديوهات قدامين وحقق فيهم غيلقى بان كتجي ضيفه، راه مساكناش تما، كانوا ساكنين في المدينه وكانت هي كتعرض عليهم. كاين فيديو هي عارضه عليهم دايرين الفطور، كانوا كل نهار تيفطروا في دار، كل نهار كانوا رمضان كامل كيدوزوا كيفطروا عند شي حد. الحلقه الاولى من رمضان، الحلقه الثانيه او الفطور الاول الفطور الثاني في رمضان بحال هكا. يعني كانت الحلقه وحده راه عندها في دارها عارضه عليهم. وكاين واحد الفيديو قديم عمتها نايمه عندها في دارها بلي ما راه كتحك الكوكوطات، ولا قالت لها واش اللي جات عمتها عندها ضيفه واش جات عندك عمتك ضيفه عطيتيها الكوكوطات تحكم لك شي حاجه بحال هكا. راه البدويه كانت عندها. واحد المره عاود جاو ما لقاوهاش، جات عمت يونس شنو سميتها الدريسيه ومهاده ومع شكون اخر اللي كانوا جاو ضياف ولقاوها ما كايناش خدامه، كانت عندها الخدمه كتحني لشي حد ولا هكا بالعشيه بالغدا ولا ما عرفتش، كانوا داروا الغدا هما. يعني غير فهموني ما بين داك الفيديو ها هو اللي جاو لعندها ولقاوها خدامه وفي دارها وجات عندها عمتها وجاو عندها فطروا عندها. يعني هادو فيديوهات اللي كاينين لدابا دليل في قناه مربوحه. كيفاش تفسروا لنا انها يعني هي كانت مكرفسه وساكنه في العروبيه وهي كانت ساكنه في دارها؟ عرفتي انا ما حضرتش في ديك الوقيته في الحقيقه اللي كانوا المنابر الاعلاميه كيناقشوا الموضوع، كنت ندخل في هذا الشيء ونهضر ونحط الدليل نقول لهم شرحوا لي علاش عندها، علاش كتسولوا واش عندها بيتها هنا ما هذاك بيته هو في دارهم. اي واحد والديه كيكونوا عاطينه بيته ولا جا هو ومرته راه كيجلسوا في داك البيت ياك، ولكن راه كانوا عندهم دارهم، يعني كان عندها هي دارها وساكن معاها راجلها. يعني هي ما كانتش باغا العروبيه،
حيت بحكم خدامه في المدينه وهو كان ولد العروبيه وكيخدم في العروبيه ومع ذلك تعامل معها زوين مشى معاها الفاس وخلى دارهم وخلى العروبيه ديالهم وخلى الخدمه ديالو ومشى كيخدم معاها في هادشي ديال تنقفت كيدير ترونسبور. واقيلا على ما سمعت انا في اليوتيوب على ما كانوا كيناقشوا القنوات اللي كانوا متبعين الموضوع في ديك الساعات، انا ما كنتش فيه ياك، قالوا بانه كان تيمشي تيخدم معاها، تيمشي تيوصل دوك الناس اللي كيخدموا معاها وداكشي. اذا هنا بدا اول ما كان تيمشي يوصلها. اذا الوليدات اللي كانوا صغيورين فين كانوا كيبقاو؟ اذا كانوا كيبقاو عند شي حد ولا عند امها ولا يعني هنا راه غير هذه اللي تعامل معاها وقبل على الدومين ديالها وما بزش عليها تجلس، راه هذه تحسب له. يعني حنا نورمالمون تنعرفوا شحال من راجل كيقول لمرتو يعني ما تخدميش هكا في الدومين ديال الليل ديال تنقافت، ولكن هو احترم القرار ديالها واحترم الدومين ديالها اللي هي كانت خدامه عليه قبل ما تزوج به. اللي قال لك راه كان تيحكم فيها وكان تيدير ليها وتيفعل لها وتيتعامل معاها خايب، لو كان تيتعامل معاها خايب راه من الاول غيقول لها جلسي وغنجلسوا في العروبيه ويشرط عليها العروبيه. لا، هو خلى العروبيه والمنطقه ديالو والدومين ديالو والوالدي ومشى معاها وعادي وما قالت شي حاجه وعاشوا سنين. راه ولات الوليدات الاولين راه غير البنيته الاخرى اللي كانت حامله بها وكانت خدامه في المدينه. كنظن ديك الساعات كتهبط وتتمشي، لان كانت واحد الفيديو فيه حامله اذا كان شفتو. هو اللي قلت لكم وقيله البارح بان كانت في العيد الكبير وكانت امي حاده وناديه قالوا لها يعني راه قالوا للمتتبعين قلنا لها جلسي شويه ترتاحي، ولكن هي ما كتبغيش تفرط في الكليان ديالها. يعني هنا كانت حامله كتمشي لفاس وكتخدم وكترجع لعندهم، يعني كدوز المناسبه، ماشي كانت عايشه معهم، كدوز مناسبه شحال العيد الكبير كيتجمعوا فيه. ما علينا. دابا بالنسبه حنا للسحور اللي سمعنا اللي حنا عرفنا وسمعنا من المقربين ليها، راه العكس وبالعكس. راه كاين شهاده من اختها راه باوديوهات صيفطاتهم ليونس على اساس ان اختي صيفطتني انا وراجلي مشينا ودرنا لك وفعلنا لك وحوايجك وفي كاينين ياك. زياده عليها على هاد الشهاده راه كاين واحد الكونفرساسيون ما بين اختها وشي كانت متتبعه وقيله في الواتساب، وكانت حطتها الرباله هذه قديم بانها اش كدير لداك السيد. يعني كانوا اعترافات عند اختها عليها هي بهذه القضيه ديال السحر. اما هي باش تصيفط هكا كلاشات على انهم تيسحرونا بعيدين عليها مرتاحين وعايشين ما عندهم حتى علاقه بها. كاينين بيناتهم واحد الوليدات هي خدت قرار كتشوفوا بالنسبه لها هي احسن ليها، يعني هذاك الشغل ديالها ما ديش نحكموا فيها حنا ونقولوا لا علاش وداكشي. الامر كيرجع لمواليه، هما اللي عندهم حق يهضروا ولا ما يهضروا شغلهم هذاك. يعني كما قلت سابقا ان يونس خرجت اليوتيوب بلاش، يعني اليوتيوب ما غيعطيك حتى شي حاجه، ولا كنتي من حقك باغي شي حاجه وحسيتي براسك ضريتي من هاد المشيه ولا من هاد الشيء اللي دارت السيده يعني ام الاطفال ديالك، تقدر تستشر مع الناس الملمين شنو ندير في هاد الحالات فقط، شنو ندير باش نشوفوا ولادي. هذا هو اللي ناقشت انايا. وكذلك راه كنت حطيت واحد الفيديو يعني بالضحك في العنوان ان يونس غادي لفرنسا، وممكن هادشي يديروا، ممكن يمشي لفرنسا، ممكن ياخذ فيزا بلا مشاكل. علاش كاع بنادم غيمشي للمشاكل؟ وكاع كاين بزاف الناس اللي سولوني تعلق واش يونس ما غيدير حتى حركه، ما غيدير حتى ردة فعل على ان يعني الام دات الولاد بدون انه تخبروا، بدون هذه. اللي كنشوف انايا هو انه هادشي المشاكل والمحاكم كنشوفوا ان لا داعي. كنشوف ان من الاحسن يصبر تيهديها الله وتفتح ليه المكالمه مع ولادو، او لا حتى يدير فيزا ويمشي لتما ويسقسي في ولادو ويشوفهم. تما ممكن ترفع دعوه بالقانون وتاخذ يعني تشوف وليداتك. هادشي اللي كاين.
اما باش ينوض ويدير البلبله داكشي اللي كانت كتسناه هي راه ما تحققش لها. وانتم شفتوا كيفاش باقا كتجبدوا هكذا بالسحور وهذا باش يخرج يهضر، راه ما غيهضروش. شتي لا هو لا العائله ديالو مشغولين وراسهم عامر وعندهم شله حوايج فاش كيفكروا، ها السبوع ها العرس ها المسائل اللي خاصه الولاده د المراه ديالو. كاين بزاف 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 ديال الحوايج اللي مشغولين معاهم وما مساليش التخربيق هذا. وخداو العبره غير من مؤخرا اللي استفزتهم ديك الغداره وخرجوا كيجاوبوا. داكشي ماشي في الصالح، انا كنقولها راه ماشي في الصالح ديال الانسان يخرج يجاوب. مثلا بحال دابا الخرجه اللي خرجت هي كتجاوب باغا تخدم يا توبيان، باغا تخدم بالمشاكل، لان ما يمكنش تخدم بلا محتوى. يعني خصها دائما يبقى عندها الحركه بهادشي د المشاكل. وقالوا القنوات وقالوا القنوات وقالوا القنوات وقالوا القنوات، راه كون جاي يونس يخدم بهادشي ديال القنوات كون راه كيخدم يوميا 2 فيديوهات، فيديو روتيني يعني فيديو محتوى ديالو وفيديو يهضر على، حيت كل نهار ما عرفتش شحال من قناه كتهضر عليه وحاطه تصاور هو وعائلته. كل نهار كاين امي حدا، كاين بقدور، كاين عيشه، كاين مرات حميد، كاين حتى حميد كيتحط، كاين حتى السفيان كيتحط، كاين حتى كلشي كيتحط. يعني لا جا يخدم بهذا الشيء اي موضوع خرجوا يهضروا عليه وكذبوا عليه يخرج يقول لهم لا وقلتوا عليا ولا وانا شكون قال لكم انا هذه درتها. ولا خرج مره واحده فاش كان في الحسيمه كنظن، لانهم كيهاجموا قوه الضغط كيولي الانفجار. ولكن راه درنا له نداء انه ما تبقاش تستفز، ما تسوقش لهم، خدم على راسك وخدم على فيديوهاتك وعلى الروتينات ديالك وعلى حياتك وعلى مستقبلك، وشوف المسائل ديالك اللي في الحياه الخاصه ديالك قادها. ما تعطيش وقت لهذا الشيء. هذا الشيء ما يستفزكش بطبيعه الحال. هي راه ما كيستفزش شي بلاصه كيعجبها كتخدم به. كاينه هي وكاين بزاف الناس اللي يعني عشنا معاهم هاد الايبوكا تعجبهم بحال هادشي. يا ريت يقول لك كون يهضروا على القنوات اننا نخرجوا نجاوبوا ونهضروا، هذا منا موضوع منا فيديو منا تيطلع لنا النهار ديالنا والصريف ديالنا. واش فهمتوا اخواني اخواتي؟ اما البخور وطولت عليكم عاوتاني الفيديو. اما البخور اختي راه قالوها القنوات قبل مني اليوم، راه شفت شي قنوات جاوبوا. راه البخور لعلك يا حبيبتي ترضعي، اما العطريه راه قلنا لك البارح لعلك ترضعي، اما الخبيز اما الرغيف اما الحرشه اما لعلك ترضعي. راه الفيترينات راه كيحنتو الحلويات كلشي العجب كاين هنا. لا تحتاجين تجيبي شي حاجه من المغرب، كلشي ولا كيجي كلشي ولا كيوجد هنايا. الصابون البلدي كيوجد هنايا، لا كوافو انت لقيتي الحمام لقيتي كوافوره. راه الا خرجتي في فرنسا ما عرفتش اين المدينه، انا ما عرفتش شنو سميتها المدينه اللي فيها واحد بنت خالتي كانت قالت لي فاش مشات في الاول تخلعت لنا، قالت لك واحد البلاصه ما عرفتش هو شي حي ولا شي حاجه، قالت لك راه كتلقاي البغري مولات البغري مولات الرغايف مولات هذه، قالت لك كلشي كيتباع بحال داكشي ديال المغرب. وقالت لك كتلقاي الحمام وكتلقاي حتى الشوافه وكتلقاي كلشي. انا ملي قالت لي الشوافه بقيت حله في الشوافه راه تلقايها تماه. وسولوا القضيه دي وبقات تسول لكم اين مدينه، والله ما عارفاش انا المدينه اللي فيها بنت خالتي. يعني حتى من خالتي كانت مشات وبقات حله فما قالت لها ويلي يا بنتي هادشي كله عندكم هنا وانا كنحسب لي انت مغربه. وانا كنقول مسكينه بنتي مشات مغربه ومسكينه بنتي تما بوحديتها. والله العظيم طلعت عندها دارت لها الفيزا وطلعت لعندها قالت لك بقيتها حله فما تما جات لعندنا هنا دوزات عندنا شي ايامات وقالت لك ويلي شنو لقيتو انا داك الشيء جالسه كنتفقس وكنقولوا كيطلع لي الدم ويطلع لي السكر والطانسيون. نقول بنتي مسكينه بقات تما مغربه بوحدتها وهي عندهم العجب ما كاينش حدا ليها. يعني حتى القضيه اللي دارت هي عاد طلعات ولات كتقول الناس نوريكم هنا كاين وهنا ما كاينش، المغرب كاين هنا ليها ما كاينش، بدات كدير المقارنات ما بين المغرب ما بين لها. يعني الناس راه عايشين حياتهم. راه كاين اللي عايش 50 عام تما حبيبتي، راه كاين اللي مشى عنده 20 عام مثلا ولا عنده 16 عام ودار 70 عام تما كبر تما ضرب 50 عام ماشي سهله. كاين اللي ضرب 30 و40. احنا عاد بلا قلت انا ضربه 31 عام
يعني لا طول الله العمر، راه من هنا واحد 10 سنين توليدنا 40 عام دوزنا في اوروبا اولا 50 عام على حسب ربي والعمر اللي غادي يعطينا ياك. يعني هي دارت واحد الحاله ماشي ديال المهم ديال المشتاق بالاخر، دارت حاله ديال المشتاق. ايوا المهم حنا قلنا غادي تتوبي وتدخلي سوق راسك وتهناو كاع، ما بقاوش كاع نهضروا على الموضوع، ولكن انت كل نهار كلاشات، كل نهار كذوبات، وكل نهار تمثيلات، وكل نهار وحنا لا كبر مرصدتي تقولين ونحن نقول. المهم اخواني اخواتي تلينا كان هذا هو الفيديو ديالنا، مع انني كندير لكم الفيديو كنكون مسهوطه ويعني ما عنديش جد، الحجر تسال اخوتي تقاضى. ولكن غندير لكم بروغرام باش نبدا الفيديوهات ان شاء الله بكري، نقدر ندير لكم فيديو في الصباح. البنات كاع كيطلبوني على فيديو الصباح. البنات بغيت نهضر لكم على شي موضوع اخر، كاين واحد الموضوع اللي ما باغاش نهضر فيه، عندي فيه ما يوفين يا رجل الان اخبار في راسك، ولكن والله العظيم ما بغيتش نكبرش الا بشعره، ولكن كاين ما يتقال فيه. ما علينا اخواني اخواتي تلينا كنقول لكم السلام عليكم، تصبحوا على خير، مع السلامه.